Eller ser konanan Duhazın bekenime büküşün Nezanın emrimeri dikene Emşiyani be ersani nafroşun Nezanın emrimeri dikene هفالو تهرهبه جنا مزن كد كاره افينا قلي من بدنگ بلن بين دنگ عمد بين جن جيان آزادي جن جيان آزادي جن جيان آزادي زیلان هزار جار زیلان تبوی ابین کتیه دلان تبوی دیروک تمل زبان تقلت فکر و رامان جاب مزن و چلان زیلان هزار جار زیلان ای شهید جن من آمرم زیلان ای شهید آزادی دیگرم نامرم ای شهید جن من آمرم زیلان ای شهید أنتم قناتنا شموع لتربية سبب وأرواحكم رمزا لبقائنا أنتم قناتنا شموع لتربية سبب وأرواحكم رمزا لبقائنا أي شهيد أي شهيد ماشي بنابه كونغرستور أم أول فيما دعوتك بفلسفة المرأة الحياة الحرية نرحب بكم جميعا. في البداية نرسل تحياتنا وسلامنا من حلب الصامدة، حلب التاريخ، حلب الحضارة، إلى جزيرة إمرلي، إلى صاحب
بفلسفة الحياة الحرة رفيق درب المرأة إلى القائد عبد الله أوجلان. في هذا اليوم نستذكر المناضلات والشهيدات ابتداء من أخوات ميرابال الثلاثة ووصولا إلى الشهيدات آسيا، روناهي، جيان، ناجيهان والآلاف من شهيداتنا الذين اللواتي ناضلن وضحوا بأرواحهن في سبيل بناء حياة حرة. في هذا الشهر المعروف بشهر مناهضة العنف ضد المرأة، حقيقة أثبتها القائد عبد الله أوجلان بأن المرأة هي أساس المجتمع. إذن فالعنف على كافة المجتمع يمارس، هو عنف ضد الرجل، عنف ضد الشباب، عنف ضد الطبيعة، ضد الإنسانية. لذلك يجب علينا جميعا التكاتف لمحاربة هذا العنف بكافة جوانبه وأساليبه. إنما يجري بنظام في إمرالي، نظام التعذيب، نظام العزلة، التجريد، نحن نسميه نظام الإبادة على القائد عبد الله أوجلان. عبد الله أوجلان أهميته على أرض الواقع بإرادة المرأة الحرة والرجل الحر في نظام الرئاسة المشتركة والحياة الندية ومحاربة التعصب الجنسوي. فكان القائد أول رجل رفيق لدرب المرأة، وأيضا يوجد الكثيرين من رفاقنا هم داعمين لمسيرة المرأة، ابتداء من مظلوم دوغان، معصوم قرقماز، والشهيد شرفان حلب، ووصولا إلى الشهيد رججار. هؤلاء كلهم كانوا رجالا أحرار. فبإرادة المرأة الحرة والرجل الحر نستطيع أن نناضل ونكافح لنصل إلى بناء مجتمع حر خالي من التعصب، خالي من التمييز بين الجنسين. نعم، نحن هنا نناشد كافة النساء وكافة الداعمين للحرية والديمقراطية الذين يريدون أن يعيشوا بحرية وديمقراطية، يجب أن نرفع مستوى نضالنا وكفاحنا لنصل إلى حياة تشاركية، لنصل إلى محاربة التعصب الجنسوي. سنستطيع أن نحقق أهداف شهيداتنا في الحرية والديمقراطية. أولا الحرية للقائد عبد الله أوجلان. تقتل المرأة حياة. شكرا لك. يا كمين نامايك وام دخازن وك مير دفي تاخي تشد سازيا تشد مالبات ام نامايا بدت وام دفلسفة ريبر أوجلان دا مازن دبن دخوينن لغور ويجي هاو تندتيا لهمبر جنة ام شرمزار دكن والهمبر دساكنن وام لكيلاك جن خباطي خوا دماشينن دنجي نامه دجي لسيستمن هجمون دسلدار بنافن خوا جدا جدا جوجن كن تم كرنا أداتك لغور ويجي كاريخ بيدكن هواجي الجامع عند خازن دفن نامه دا بگینن گو امه تجاری نهیلن گو هف کاراوره برداوم کرن دشتدن ام دخازن بلن وکن اوه گو برسه گو سره مرا دگره چما تندتی جه مصلحت که دبر جواندیه که کیب کار دینه عدتک دست که دایه و چما تایبت لهمبر جنه هوا پرسه که دما یک
لديروك دقاره وبناساتك لقينا أنجامنا دوي أنجامه دا ذهنياتك هي دجمنه حرد و جنسايا ميرجي جن أو جي ذهنياتا دستلادارية شافك ما أو سلوغانا جي بشتي مقود أدخازم يعني هوالا جي دومن ببن نا سلوغان جن آزاد مير آزاد جواك آزاد و ديمقراطيك هوا ببي وقت سلوغانك أمكاني بن دروجة بخوكن بروجة نتوا ديمقراطيك أساس إخوة بنجه إخوة لسر في تمشاندن يعني معادلة أبد يعني وقت معادلاكي جنة آزاد ميري آزاد جواك آزاد آزادي جبور عبار و جلان جن جيان آزادي المرأة الكردية إلى العالم أرفع رأسي شامخة بقوميتي فأنا كردية أنا البنت والأخت أنا الأم والزوجة الوفية فلاحة في الأرض في الحقل مربية للأجيال مربية حورية الجمال وقت السلم وفي الحرب صوت زمجرية كتفي على كتف رفاقي كتفي على كتف رفاقي بخندق ضد عدو بغية أنا المرأة صاحبة حق وحماية وطني جوهر قضية لا أهاب الموت لا أهاب الموت ولا أنحني من أجل كرامتي أنا فدائية أزرع بفوهة بندقيتي أزرع بفوهة بندقيتي وردة بيضاء جورية أسقيها بشريان من دمي وأجعل قلبي لها مزهرية تفوح منها عطر الشهيد تفوح منها عطر الشهيد ورائحة دمه الزكية أهديها لمن أحب وطني أهديها لمن أحب وطني هدية بلا جزية ولأسد الكرد في سجن إبراري لهم مني ألف تحية أما لأعداء وأعداء بلادي فلهم مني طلقة بندقية بيسروك يا النابي بيسروك يا النابي جنديانا آزادي جنديانا آزادي